كل ما لدينا من عاشوراء. ماذا يعني هذا المعنى وهو العارف العامل؟ حقيقة يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، أنا بس بسلط بعض الضوء على ما ممكن أن نستفيد منه ونفيد في عاشوراء، لكي يكون العاشوراء حقيقة أداء لما هو علينا من مسؤولية ولو جزئيا. طبعا قول الإمام الصادق عليه السلام: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح ذباب غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا موجود في أمالي الصدوق. نرى بأنه الكبار العارفين والعلماء الكبار هم كانوا فعلا يهتمون بهذا الموسم أيما اهتمام. طبعا تعرفون مثلا على سبيل المثال الشيخ الأعظم الشيخ المرتضى الأنصاري صاحب المكاسب وصاحب طبعا الذي أحيا فقه آل محمد، اللهم صل على محمد، كان يدعو إلى تعطيل الحوزة وأنه الجميع يتفرغ إلى إحياء موسم عاشوراء، بل هو كان يقيم المجالس وكان يخرج إلى الشارع ويدعو الناس على باب المجلس الذي يقيم به، يخرج ويدعو الناس إلى الدخول إلى المجلس. كذلك أمثال آية الله السيد بحر العلوم، وما أدراك ما بحر العلوم، سيد مهدي طبعا كان مو بس يقيم مجالس الإمام الحسين، بل هو يرتقي المنبر ويقرأ المقتل، وهو الذي يكون أيضا كخطيب، رغم أنه كان مرجع ويكون خطيب كذا. هذه المسألة بالنسبة لي مهمة، أنه فعلا شلون ممكن إحنا نستفيد من هالعشرة أيام هذه. حقيقة هالعشرة أيام طبعا ما تجي إلا في السنة مرة واحدة، ونحن بحاجة إلى أن نشوف أنه ما دام إحنا عندنا هذا الموسم عطاء من الله سبحانه وتعالى وعطاء من بركة دماء أبي عبد الله الحسين، نشوف أنه شيعتنا على الأقل يقبلون على مجالس العزاء أي ما إقبال، شيء عجيب تشوفهم موجودين وما تشوفهم موجودين في أي مواسم أخرى مثل هذا التواجد الضخم الموجود في هذه العشرة أيام. لذلك ينبغي علينا أن ندرك فعلا مسؤوليتنا أمام كل واحد من هؤلاء الذين يحضرون هؤلاء المجالس، لأن هذه المجالس ينبغي أن تكون، وهذه طبعا الشعائر بمختلفها، تفضلوا شيخ، بمختلف وسائلها بمختلف أساليبها، ينبغي أن تكون قادرة على استقطاب، قادرة على العطاء، وينبغي عليها بالأساس أن تكون مجالا كل ما نعمله احنا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولين أن ما دام الإمام الحسين سلام الله عليه أعطى كل ما يملك من أجل الإسلام وكان له هدف، فرايته على أساس أنه عندما سقط الإمام الحسين هل رايته تسقط أم أن إحنا المفروض نشيل هالراية هذه المفروض إحنا نقوم بهذا الإصلاح بشكل سريع. أنا بستعرض حقيقة أولا أنه الإنسان ينبغي أن يستفيد من هذا الموسم من أجل أن يجدد معرفة نفسه، كيف ممكن له أن يرتقي في هذا المجال، يرتقي في معرفة الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين ومعرفة ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. إذا ممكن بعض الأخوان يتركون الموبايل على أساس إن شاء الله الجميع يستفيد، ما عندنا إلا 5 دقائق 10 دقائق إن شاء الله، وإن شاء الله حقيقة الغرض من المشاركة في مجلس الإمام الحسين ليس فقط أنه إحنا نبكي، ليس فقط أن إحنا نستمع إلى الخطيب بس هالشكل يمكن نستفيد، ينبغي علينا أن نشحن نفسنا بحيث إحنا نستطيع أن نفرغ هذه الشحنات في المجتمع. هذا هو أنه
ما نخلي راية الإمام الحسين تسقط. هذا هو الذي احنا فعلا نكون حققنا هدف الإمام الحسين، وهو مسألة الإصلاح. أولا بالنسبة إلى إنما يعني الإنسان إذا ما يصلح نفسه ما يستطيع أن يصلح مجتمعه وبيئته. طبعا ينبغي علينا أن نعرف بأنه احنا مدعوين بأنه دائما نراجع أنفسنا، نقيس أنفسنا قبل الموسم شلون، بعد الموسم هل تغيرنا، هل تطورنا، هل تحسنت أخلاقنا، هل استفدنا شيء من هذه الخصائص الموجودة لدى الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، هل حصلنا شيء منها؟ لابد أن يوم 11 مثلا أراجع روحي أشوف هل أنا فعلا أولا أنا نفسي استطعت أن أرتقي ولو درجة ولو نص درجة. إذا شفت روحي لا يعني نفس الشخص كذا، هذه المسألة مشكل، ينبغي علي أن مرة أخرى أراجع نفسي. هذه جنبه الثاني مسألة أنه فعلا شلون نقدر نحصل على هذا الشيء. أعزائي اعرفوا شيء واحد، بأنه عندما تأتي إلى مجلس الإمام الحسين كأنك واقف أمام الله سبحانه وتعالى وتريد تقول الله أكبر. عندما تأتي إلى مجلس الإمام الحسين فعلا يجب أن تكون مطهرا نفسك من كل الشوائب. حاول عزيزي إذا ما أنت على وضوء حاول قبل المجلس تتوضأ وتكون على وضوء. طبعا المفترض الشيخ طبعا البارحة تكلم عن مسألة طهارة الجسم وكذا، ينبغي علينا للمؤمن أنه 24 ساعة يعني غير وقت النوم مثلا يكون على طهارة، إذا يروح إلى دار الخلاء مثلا يتوضأ ويطلع، ولكن على الأقل وقت ما تجي إلى تريد أنت هذه الفيوضات التي تنزل على هذا المكان المبارك تنفذ إليك، تصلح منك، خلك طاهر على طهارة. هذه الطهارة الجسمية، هذه الطهارة راح تأثر على طهارة الروح، راح تأثر على طهارة الأخلاق. نحتاج أنه إحنا نكون أفضل اليوم. أيضا يعني يبدو أنه الوقت ما راح يسعني إلى كل شيء. أنا بكرة عندي كلمة في الأبرار، يمكن جانب ثاني أذكرها، مسألة إصلاح مجتمع، إصلاح بيئتنا اللي حوالينا. مهم أعزائي، إحنا في بلد الغرب كثير منا طبعا الأعزاء اللي عندهم أولاد هني أو عندهم أحفاد مثلنا كذا، خل بيتك يتحول إلى شيء ملفت لنظر أبنائك، أن تغير شيء، تجيب راية الإمام الحسين، تجيب سواد شوية، تخلي علم على البيت. أنا اليوم شفت أنه ما شاء الله في ناس حوالي بيتي ما أعرفهم شيعة، تو اكتشفت أنهم شيعة يعني خلال هذا الموسم لأنهم رفعوا أعلام الإمام الحسين. على كل حال بالنسبة إلينا مهم جدا أنه إحنا نذكر أبنائنا، نربطهم. ودوا أبنائكم، وجيد أنا أشوف ما شاء الله هذا الأطفال موجودين في كذا. بعض السنين الماضية كنت ألاحظ في هذا المكان المبارك وقت قراءة الخطيب أشوف الشباب مجتمعين برا، وقت الحلقة يجون داخل. هذه ينبغي نلتفت إليها. ليش قاعد يصير هذا الشيء؟ نحتاج أنه الشباب لما يجون يعرفون بأنهم قاعدين يستفيدون. إحنا نخاطبهم. للأسف الشديد في المراكز الإسلامية سواء في ديرتنا أو في بريطانيا أو كذا، تشوف الخطباء يعني يتكلمون على عقلية الكبار، ما يتعلقوا يعني يتكلموا على عقلية الشباب. نعم الآن الحمد لله صار في مجالس للشباب ولكن قليلة جدا. ينبغي مهمة بالنسبة إلينا الجماعة يشيرون عليه. على كل حال احنا يعني نهاية ينبغي أن نكون دعاة، مو فقط أن أنا أستفيد شيء بسيط، أنا أحاول أفيد في موسم عاشوراء. أختم كلامي بأنه يعني هذه الصفات اللي تكلمنا عنها، الإيثار، التضحية، العزة، الولاء للقيادة وما إلى ذلك،
كلها نحتاجها. شوفوا هذا المنظر طبعا كثير يعني منكم يشوفه، يوم العاشر عندما مسلم بن عوسجة يسقط على الأرض مضرجا بدماء وفيه رمق، يأتي الإمام الحسين ومعه حبيب بن مظاهر. حبيب يقول له لولا أدري أنني بالأثر لسألتك أن توصيني بوصاياك. يعني شوف شلون ذاك وهو رايح وكذا هالشكل، وعنده عيال هناك في الخيمة وعنده ناس وكذا هالشكل. وش يجاوب؟ يشير الإمام سلام الله عليه: أوصيك بهذا، أوصيك بهذا. إن شاء الله كلنا بإذن الله تعالى. سامحوني ما عندي وقت بحيث بعض الأشياء إن شاء الله أعرضها، وممكن بكرة في الأبرار إن شاء الله نواصل هذا الحديث إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن لا يخرجنا من هذا الموسم إلا وإحنا ارتقينا درجات أعلى إن شاء الله، وفعلا كلنا نحتاج إلى هذه المراجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمام الحسين شفيعا لنا ومنارا لدربنا، وصلى الله عليه وسلم.